هبتدي بقى اشوف تأثير الاكوزاتيف ده على أداة المعرفة وعلى أداة النكرة. اتفقنا كمان انه الاكوزاتيف هيحصل لي في الذاتس بتاعتي او في الجملة او عامة، يعني هنلاقي الاكوزاتيف من خلال حاجة من الاتنين، يا اما فعل يا اما حرف جر. اتفقنا انه في 7 حروف جر ثابتة، اول ما اشوف واحد منهم على طول الاسم او الضمير اللي بعد حرف الجر بطبق عليه كازوز الاكوزاتيف، او بيكون عندي حالة الاكوزاتيف. اتفقت كمان في المعنى العربي الدارج انه الاكوزاتيف ينفع يكون مفعول به وينفع يكون جر ومجرور، ولكن هنبعد عن كلمة المفعول المباشر في العموم. يعني ايه في العموم؟ يعني لازم يكون في تسفاي اوبجكتن او في مفعولين في الزاتس بتاعتك او في الجملة بتاعتك او في السؤال بتاعتك، مش هيفرق معانا. المهم انه في مفعولين، واحد بيكون مباشر والتاني بيكون غير مباشر. حالة المفعولين دي بتبقى مع فيرب معينة، في أفعال معينة زي الفيرب مثلا جيبن، شنكن، شكن. هنبدأ نخش فيهم في الحوارات دي واحدة بواحدة، بس المهم ان الافعال دي بتخلي لي في مفعولين في الذاتس او في الجملة بتاعتك. تمام. الحاجات دي انا بقى بكتبها لك بالعربي عشان الناس برضو تبقى فاهمة انا بقول ايه. الاكوزاتيف هنلاقيه مع فعل او حرف جر، يبقى نوما اينس او رقم واحد لازم الاقي الاكوزاتيف عندي مع فعل او حرف جر. بعد كده الأكوزاتيف ينفع يجي مفعول به، مفيش فيه أي مشكلة، وينفع كمان يكون جر ومجرور معاه حرف جر يعني. واتفقنا حروف الجر يا إما السبعة الثابتين يا إما في 9 بنقول عليهم فاكسل بغيبوزيسيونن، حروف جر متغيرة. والفيديوهين أنا شرحتهم. المرة اللي جاية إن شاء الله هكمل أمثلة أو بايشبيله على الفيربن أو الأفعال اللي بتيجي مع الأكوزاتيف، الفيديو اللي بعد ده على طول. يبقى انا شرحت حروف الجر، وهنا بوري لك شكل الجراماتيك هيكون عبارة عن ايه. والمرة اللي جاية بإذن الله هيكون الأفعال اللي بتتكرر مع الأكوزاتيف. طيب الأكوزاتيف بيجي مع كل الأفعال، احنا مش هنعرف نجمع الأفعال لأن هما كتير جدا، بس المرة اللي جاية أنا بقولك هديلك باي شبيلة، أنا بعرفك إنه أنت بس اعرف معناهم وتعرف إن الأفعال دي هي بيجي معاها اكوزاتيف، لكن انا مش شرط عليك ان انت لازم تحفظهم كلهم طبعا مره واحده، لكن لازم تعرف المجموعه الصغيره اللي بتيجي مع الداتيف. تقول لي يعني ايه داتيف؟ اقول لك سيبها لوقتها لو انت اول مره تسمع حاجه زي كده. اما الناس اللي عندها خلفيه يعني ايه داتيف او سمعت عن الداتيف ومش عارفه تفرق ما بين الاكوزاتيف والداتيف، فالكلام ده هيكون ليهم ان شاء الله. هنشرح الداتيف واحده بواحده. نفس الكلمتين برضو كاتباهم لك، بأكد عليهم في 7 حروف جر ثابتة. أنا سايبة لك الفيديو شرحته، وهسيب لك اللينك بتاعه هنا في الديسكريبشن تقدر ان انت تشوفه تاني. اول ما تشوف حرف جر واحد منهم، اي واحد من ال7، على طول بتطبق قاعدة الاكوزاتيف على الاسم او الضمير، عشان هي بس مكتوبة اسم او ضمير عادي اللي بعد حرف الجر من غير ما تبص على الفعل اصلا. يبقى هنا الاكوزاتيف هيكون بسبب وجود البريبوزيسيون او بسبب وجود حرف جر معين، مش شرط يكون فيه فعل او حاجه تاثر تاني غير حرف الجر، وهديلك بايشبيل على فكره واحنا شغالين. طيب بعد كده بتعرف انه في 9 حروف جر اسمها حروف جر متغيره، اسمها فاكسل بغابوزيتسيونن، حروف الجر المتغيره. انت هتسيبك منها دلوقتي لغايه ما ان شاء الله تخلص الاكوزاتيف والداتيف، بس انا شرحتها في القناه، هتلاقيها في ترتيب الجراماتيك انا شرحتهم. اتكلمنا فيهم باختصار يعني، ما اتكلمناش باستفاضه بس اتكلمنا عليهم يعني. المهم اللي بعد كده الاكوزاتيف تأثيره بيكون على الكلمات المذكرة، زي ما انا لسه بدأت لك الفيديو قلت لك انه الاكوزاتيف بالنسبة لي انا كحالة حرب، الرجالة بس اللي بتحارب، وكمان الكلمات المذكرة هي اللي شكلها بيتغير. يعني الارتكل بتاعتك الدية بتبدأ تتحول لدين، ولو انا بتكلم على الأون بيشتمت ارتكل على ادوات النكرة، فالاين للكلمات المذكرة هتتحول لأينن. هو في تأثير حاجات تانية؟ في. انا هنا شغالة بس ادوات معرفة وادوات نكرة، لكن تأثير الاكوزاتيف هيبدأ يظهر لي على بوسيسيف ارتكل ادوات الملكية، على النيجاتيون ارتكل ادوات النفي اللي هي كاين هتتقلب لكاينن، وهكذا لغاية الاخر. هيبدأ تأثير الاكوزاتيف يظهر لي على البيرسونال برونوم اللي هي الايش تتقلب لمش والدو تتقلب لديش. الحوارات دي هنبدأ نتكلم فيها وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله الفترة اللي جاية. غير طبعا ريفلكسيف، ارجع للفيديو اللي فات هتبدأ تشوف الحوارات اللي احنا اتكلمنا ايه عليها. يبقى تاني الاكوزاتيف تأثيره بيكون على الكلمات المذكرة بس. في الألماني زي الحرب الرجالة بس اللي بتحارب، لكن الستات ما تحاربش، الأطفال ما يحاربوش، كبار السن ما يحاربوش. وكذلك الكلمات اللي الأرتكل فيها دي مؤنث في النوميناتيف بتفضل زي ما هي دي مؤنث، ما بتتغيرش شكلها.
طيب الكلمات اللي الارتكل بتاعتها das في المحايد بتفضل زي ما هي، ما بتتغيرش كمان لما بتكون اكوزاتيف. يبقى في حالة النوميناتيف هي نفس شكل حالة الاكوزاتيف في الكلمات المؤنثة والكلمات المحايدة والكلمات الجمع، وشبهتها لك بالحرب عشان خاطر تفتكر الفكرة. طيب تعالى بقى شوف هنا اهو تأثير الاكوزاتيف على أداة المعرفة. والناس اللي مش عارفة يعني ايه أداة المعرفة في الكلمة، هي الألف واللام في الكلمة. يعني بدل ما تقول كلب، كلب اهو، هتقول الكلب. بدل ما تقول قطة، قطة اللي هي البسة الهرة، كل واحد بلهجته، هتقول القطة، القطة يعني. تمام. فالألف واللام دي هي دي أداة المعرفة اللي بنقول عليها بالألماني البشتمت ارتكل. تمام. فهنا في كازوس النوميناتيف اللي الارتكل بتاعتها دير، يعني لو كلمة أداتها دير، في الأكوزاتيف بتتحول تبقى دين. افتكر رجالة تحارب يبقى في حالة دم، ماشي، فشبهها كده، دير تتقلب لدين، افتكر الدم. الكلمات المؤنثة هي ستات بتحارب في الحرب، بتقولي لا ما بتحاربش، اقولك زي ما هي دي مؤنث اهي. يبقى دي في النوميناتيف هي دي في الاكوزاتيف. الداس في النوميناتيف تفضل بنفس شكلها، يعني الكلمة اللي الارتكل بتاعتها داس تفضل زي ما هي داس ما تتغيرش. الدي بي ال هنا يعني اختصار لكلمة بلوغال، كلمة جمع، بيفضل نفس شكلها. يبقى تأثير الأكوزاتيف بس بيظهر على الكلمات المذكرة اللي هي افتكرها بتأثير كلمة الإيه؟ الرجالة، يعني زي الحرب. تمام. الجدول ده تحطه كده قصاد عينك، ده تبقى شغال بيه، يعني ما تنساهوش. طيب تعالى شوف تأثير الأكوزاتيف على أدوات النكرة. يعني إيه أدوات النكرة؟ زي الإنجليش الآ والآن. يعني زي ما بتقول كده مثلا an apple، an apple، a table، a TV، مش عارف ايه كذا. المهم الايه اللي هي الكلمة النكرة. الآن هي الكلمة يعني اللي بيجي بعدها فاول او بيجي بعدها ايه، حرف متحرك. طيب فعندي في الألماني نفس الفكرة، الكلمات بدون الألف واللام، فبدل ما بقول وآن، لا بتتقلب عندي لحاجة اسمها أين وأين. وطبعا في الأكوزاتيف لما بتبقى مع المذكر بتتقلب لأينن. دي كده اسمها أدوات الإيه، النكرة، وشبهتها لك بالإنجليش على السريع. طيب ادي النوميناتيف وادي الاكوزاتيف. الكلمة المذكرة اللي الارتكل بتاعتها اين في النوميناتيف في الاكوزاتيف بتتقلب لاينن. ليه؟ لانه الاين دي اصل الكلمة بتاعتك الارتكل ديا، مذكرة، فالديا بتتقلب هنا لدين. خد الاندونج، خد الاي ان وحطها الاين تبقى اينن. يا جت منين؟ بقولك الفكرة جت ازاي اهي. طيب الكلمة المؤنثة اين خلاص هتفضل اين زي ما هي. المحايد اين هنا ده كده محايد نويتغر، تمام، هتفضل زي ما هي بدون تغيير. الناس اللي بتقول افرق ازاي ما بين المذكر والمحايد، يعني هنا دي مكتوبة اين ودي مكتوبة اين، هتعرفها من أداة المعرفة اللي الكلمة الارتكل بتاعتها دير. تمام، يبقى الاين بتاعت الدير. الكلمة الارتكل بتاعتها داس، يبقى الاين بتاعت الايه، بتاعت الداس. تمام. لو حد مش فاهم قول ونعيد لك الحاجة دي في فيديو منفصل بإذن الله، مفيش فيها أي مشكلة. الكلمات البلغال بقى الجمع، الجمع ليس له أداة نكرة، عشان الناس بتتلخبط وبتفتكر إنه الجمع زي ما الكلمة المؤنثة الارتكل بتاعتها دي، والجمع الارتكل بتاعتها دي بنقول عليها دي بلغال، دي البي ال كده. هيقول لك كمان أداة النكرة زي ما هنا كده أين، هيبقى هناك أين. هيقول لي كده دي كمان أين، أقول لك لا ده كده إيه، يعني عندنا بالمصري بنقول عند مترتر، خليك انت هنا ايه، بلاش مترتر عشان محدش يزعل. فالمهم يعني الجمع ليس له أداة ايه، أداة نكرة، يعني نحط كلمة بدون أي أدوات. تمام، سواء كانت نوميناتيف سواء كانت أكوزاتيف. تعالى بعد كده نشوف البايشبيلة. فبقول لك ich habe، أنا أمتلك einen Hund. ich habe einen، einen هنا اكوزاتيف، انا عندي كلب في العموم. فهنا كده اسمها اداة نكرة، انا ما بقولش انا عندي الكلب، ما حطيتش للكلمة الالف واللام، ما قلتش الكلب، لا بقول عندي كلب في العموم. يبقى ich hab einen Hund. لو انت لسه انفنجة، طبعا الفيديوز دي للناس يعني لسه في الاول مبتدئين، فهتسمع ich habe صح، ولكن عشان تنطق سريع زي الألمان فبنقول ich hab. ich hab يعني كأنها كده، ادي ich
تحط كلمة هاب كده. حتى في الأغاني يعملوها كده، بدل حرف الإيه لأ بقول إيش هاب، إيش كوم بدل إيش كومر، وبتتقال في الكلام السريع بتظهر يعني. فإيش هاب einen هوند، أنا عندي كلب، أنا عندي إيه؟ عندي كلب. فالفعل هابن يمتلك بيعمل لك أكوزاتيف. طيب حاجة كمان تسهل عليك وجود الأكوزاتيف مع الأفعال، إنه مفيش أكوزاتيف من غير فاعل، من غير ما يكون فيه نوميناتيف. النوميناتيف هو الفاعل اللي عمل الحدث. الفاعل عندك أهو إيش، أنا إيه؟ أنا أمتلك إيش هاب، عندك إيه؟ einen Hund. حلو. بصحصح وانت بتشتغل الجراماتيك، مش بندرس نحو بس، لازم تبقى فاهم معنى الايه، الكلام. هبتدي اصرف بقى. hast du eine Katze؟ خلي بالك هنا نسيت اقول لك هنا der Hund، الارتكل بتاعتك هنا der. الارتكل der يعني في الطبيعي بتاعها، في القاعدة العامة بتاعتها انه هي der Hund. لما تيجي مفعول به هتبقى دين، لانه هي الكلمة اداتها دي، فهتتحول في الاكوزاتيف هتبقى دين. طب انا عايزها نكرة، الدين في النكرة تبقى اينن. لو انت واحد لسه من الصفر مش فاهم اي حاجة في اللي احنا بنقوله، فبوضح لك الدنيا جت ازاي. طيب اللي بعد كده hast du eine Katze؟ هل انت عندك قطة؟ فكلمة قطة الارتكل بتاعتها دي كاتسه، دي كاتسه، القطة. تمام. فالكلمة دي سواء نوميناتيف سواء اكوزاتيف هي كده كده هتبقى دي هنا، ولو انا عاوزها بالأداة النكرة هتبقى قايمة، مش هتتغير اصلا، ولا نوميناتيف ولا اكوزاتيف. يعني هنا كانت تبقى دو، فانا فاهم ان الدو هو الفاعل، انت اللي عندك ايه؟ عندك قطة، فالقطة هنا جايه لك مفعول به، اكوزاتيف. طيب لو بقول لك القطة مثلا واقفة هناك، او في قطة واقفة هناك، فالقطة هنا هتبقى نوميناتيف، فبرضه هتبقى eine Katz. يعني في النوميناتيف هي نفس شكل الاكوزاتيف، فمش هتفرق معاك، او شكل الاداة مش هيتغير معاك. طيب ببدأ اقول لك هل عندك اطفال؟ haben Sie، خلي بالك هنا Sie respect حضرتك، haben Sie Kinder؟ haben Sie Kinder؟ هل عند حضرتك اطفال؟ ما قلتش دي كندا، لان لو قلت دي كندا يبقى اقصد الاطفال بالالف واللام، انا محتاجها من غير الالف واللام، فبقول اطفال. والكلمة الجمع ليس لها أداة نكرة، فبجيب الكلمة من غير أي أدوات أهو. بعد كده إيه braucht، هو يحتاج. braucht جاي من الفيرب brauchen. إيه braucht einen neuen Computer. einen فهمنا إنه هي أكوزاتيف. طب لو أنا سألتك سؤال الأرتكل بتاع كمبيوتر هتكون إيه؟ تقول لي der Computer، der Computer. الايه يا رب تكمل مش مشكلة، المهم ان هي مكتوبة قدامك اصلا بالايه، بالبتاع. يبقى ده كمبيوتر يعني الكمبيوتر عادي، ما فيهاش مشكلة، كلمة انجلش اصلا. طيب فالاعتقد بتاعتها دي، لما تجيلك في الاكوزاتيف الدي تتقلب لدين. صح صح. طب انا عايزها نكرة، لو كانت نوميناتيف دي النكرة بتاعتها تبقى اين. طب انا عايزها اكوزاتيف تبقى اينن، تبقى لك هنا ايه، اينن. طيب هي جاية اكوزاتيف وكلمة مذكرة وادي اينن، ايه نوين دي بقى اللي في النص؟ بيقولك ايه braucht، هو يحتاج einen أداة نكرة عادي، neuen هي كلمة جديد، جديد يعني وحاجة جديدة. تمام. كمبيوتر يبقى هو محتاج كمبيوتر جديد. تقولي ليه نوين، ليه مش نوي مثلا، او نويا او نويس او ايا كان الحاجة اللي انت عاوز تكتبها. يقولك في حاجة اسمها adjective declination، تصريف الصفة، هنبدأ نشرحها ان شاء الله لما نطلع على الاتس فايب، او ممكن اشرحها لكم بصورة منفصلة في صورة الجراماتيك زي ما احنا عاملين كده، بس واحدة بواحدة يعني. المهم ان الكلمة مذكرة accusative يبقى الادجكتيف معاها يجي فيه ان. لما يكون الادجكتيف بيوصف النوم او بيوصف الاسم اللي انت بتتكلم عليه جاي accusative. مش فاهم سيبها بوقتها انا اشرحها لك بطريقة الطف يعني. تمام. المهم انه معنى الجملة هنا هو محتاج كمبيوتر جديد. طيب Beispiel Nummer 5 او المثال اللي بعد كده ich möchte، انا عاوز. انا عاوز ايه؟ ein Fahrrad، ein Fahrrad kaufen. ich انا
möchte عاوز. ein أداة نكرة ما فيهاش حاجة. Fahrrad مش فراد، فراد لأ. Fahrrad، Fahrrad الارتكل بتاعتها das Fahrrad. das Fahrrad يعني دراجة، عجلة، بسكليت. جبتها لكم كل اللهجات. Fahrrad. تمام. احنا بالمصري بنقول عجلة. فالمهم ان هو ايه، عاوز يشتري عجل. فين يشتري؟ كاوفن. تقول لي سؤال لو واحد لسه مبتدئ ومش فاهم، ليه حطيت الفعل كاوفن بالطريقة دي وحطيته بره؟ عشان عندي حاجة اسمها مودال فيرب möchten. هناخد المودال فيرب ان شاء الله واحدة بواحدة برضه. يبقى انا اريد او انا عاوز ein Fahrrad kaufen، عاوز اشتري دراجة. حلو. يبقى هي الارتكل بتاعتها كانت das زي ما احنا متفقين. ففي الاكوزاتيف الداس بتبقى اداة النكرة بتاعتها ايه؟ اين، ما بتتغيرش والله. والنوميناتيف نفس الفكرة، أداة النكرة برضو. أو عامة في النوميناتيف والأكوزاتيف الاتنين الداس بتفضل نفس الطريقة دي. يعني ايه بتفضل نفس الطريقة؟ يعني لو الجملة دي أنا عاوز أخليها نوميناتيف، أقول لك مثلا العجلة لونها أصفر، أو العجلة سريعة. ماشي. عايزة أقول لك العجلة، فهقول لك das Fahrrad ist تكون سريعة. سريعة يعني schnell. schnell. Das Fahrrad ist schnell. تمام. هنا das Fahrrad نوميناتيف، هي هنا فاعل. تكون سريعة. سريعة يعني schnell. هكتبها لك في البتاع تبقى واضحة بخط ايه، بخط كمبيوتر عشان الناس اللي عاوزة تكتبها. ماشي. فالارتكل das هنا في النوميناتيف هتكون بنفس شكلها. يعني الأداة شكلها ما بيتغيرش لو جاية أكوزاتيف. تقولي طب هي هنا كانت ده اسمها أين. ما هو الداس أداة النكرة بتاعتها اسمها أين. تمام. يبقى مثلا ممكن تقولي أين فغات. أنا مش عايزة أقولك نفس البايشبيل أين فغات إس شنيل، عشان هي مش هتعمل إيه، مش هتديلك معنى. ومش جاي على بالي أقولك حاجة دلوقتي. فالمهم إنه هي أين فغات ده النكرة بتاعت داس فغات. وعرفنا الفرق ما بين النكرة والمعرفة. أنا بطول في الفرق ما بين النكرة والمعرفة وإن أنا أشرحها لك، لأنه أنا ببقى عاملة حسابي إنه في واحد مش فاهم. أنت ممكن تكون فاهم بس غيرك مش فاهم. لأن أنا في الكورسز بتسأل الحاجات دي، يعني في ناس بتسأل في الحاجات دي. أنت ممكن بالنسبة لك يعني الحاجة دي تافهة، وغيرك مش شايفها تافهة، فبضطر إن أنا إيه، أشرحها لك بالتفصيل. طيب نكمل. Wir essen نحن نأكل einen Apfel. أنا عارفة إن إحنا مش هناكل نفس التفاحة تفاحة واحدة يعني إلا في حالات الزناقات. بس أنا حطاها لك einen عشان طبعا الإيه، الارتكل بتاعتك أوري لك تأثيرها إنه هي أصلها der Apfel. der Apfel. فلما تيجي أكوزاتيف تبقى den Apfel. طب أنا عايزها نكرة، خلاص الدية النكرة بتاعتها اسمها ein. انا مش محتاجة هنا لان انا عندي اكوزاتيف. والدين النكرة بتاعتها اسمها اينن. تمام. انا محتاج النكرة، خلاص خد النكرة بتاعت الاكوزاتيف. يبقى في اسن اينن ابفل، احنا بناكل تفاحة. und trinken وبنشرب einen Saft. كمان من غير ما تبص كده الارتكل بتاع زفت ده زفت الارتكل بتاعها في الطبيعي. شوف انا عمالة اعيد كام مرة. في العادي. يعني ايه في العادي؟ يعني الالف ولام الكلمة في الطبيعي في النوميناتيف يعني. لكن لما بتخش في حالات اعرابية زي الاكوزاتيف، وزي قدام الداتيف، وزي بعد كده ان شاء الله الجينيتيف، يمين يعيش لي يشرح ده كله. فالمهم انه الاعتكل دي بتبدأ تتغير بتتشكل. عامل زي ما تكون جبت مثلا لبن ودخلته في الفرن عملت منه زبادي. يبقى انا شكلت من اللبن ده حاجة بس هو اصله لبن. القاعدة الاولانية بتاعته او الصورة الاولى بتاعته ان هو لبن. فنفس الفكرة الاعتكل الطبيعية العادية هنا ديع زفت العصير. تمام. فالارتكل دي لما تخش في الاكوزاتيف تبقى دين. طيب انت هنا محتاج نكرة ولا محتاج معرفة؟ محتاج تحط الكلمة بالالف واللام ولا محتاج الكلمة من غير الالف واللام؟ على حسب كونتكست الكلام. انت مش ملزم بحاجة، على حسب السياق. بقولك احنا بناكل تفاحة وبنشرب عصير. طب هو انا ممكن اقول بناكل التفاحة وبنشرب العصير؟ صح.
بقولك على حسب سياق الكلام تقدر تحط إذا كنت محتاج أداة معرفة أو محتاج أداة نكرة على حسب السياق. عمالين نعيد. اللي بعده ترجمت أنا دول تقريبا. المهم زيست دو دين فيلم. هو أنت شفت الفيلم أو بتتفرج على الفيلم؟ فالفيلم الأرتكل بتاعتها دير أهو دير فيلم. دير فيلم تمام. انت اللي شفت زيس دو هنا الفاعل. تمام. مفيش اكوزاتيف هيجيلك من غير ما يكون في نوميناتيف في الذاتس بتاعتك. يعني مفيش مفعول من غير فاعل عشان تريح دماغك. يبقى زيس دو دين فيلم. الاعتقاد بتاعتها دي تتحول في المفعول به تبقى دين. طب تعالى نشوف بقى البايشبيله بتاعت البريبوزيسيونال. وزي ما انا قلت لك ان انا حاطه لك حروف الجر اصلا. هتلاقيها في القناه في الفيديوهات اللي انا حطاها بالترتيب. المهم ich lerne انا بدرس ليه für علشان دي Prüfung انا بدرس من اجل الامتحان. خلي بالك انه كلمة Prüfung دي الكلمة المشهورة في المانيا، ولكن في كلمة تانية اسمها تيست وتيست صح. فبريفونج الارتكل بتاعتها دي في الاكوزاتيف او في النوميناتيف ثابتة هتفضل بنفس شكلها. ولكن لو تيست الارتكل بتاعتها der تيست der تيست. طب der تيست في الاكوزاتيف هيبقى شكلها عامل ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات اشوف الناس مصحصحه وفاهمه ولا لا. يبقى ich lerne für وحط الارتكل بتاعتك وحط تيست واكتب لي جمله صحيحه في الكومنتات. طيب بعد كده ich trinke انا بشرب den Tee اكوزاتيف بقينا فاهمين. ما هو انا بشرب بتشرب ايه يا عم الحاج؟ بشرب شاي على رأي استاذ حماده هلال. طيب بنشرب شاي وانت بتشرب الشاي الارتكل بتاع الشاي في الطبيعي ايه؟ der تي هي الطبيعي بتاعها دي. طب لما تيجي اكوزاتيف تتقلب لدين. حلو. اون يعني without بدون. دين تسوكا. في ألمانيا أنا ما بنقولش الجمل كده. يعني ما بقولش أنا بشرب الشاي من غير السكر. ما بتتقالش بالطريقة دي. أنا حطاها لك بالارتكل عشان بشرح لك جراماتيك بوري لك الفرق من الآخر. لكن أنا في ألمانيا بقول ich trinke Tee ohne Zucker من غير الإيه الحبشتكنات بتاعة الارتكل. بنقولها كده خصوصا في المأكولات والمشروبات كتير. المهم هو ليه هنا في دين وليه هنا في دين؟ يعني هنا في دين تي وفي بعد كده دين سكر اشمعنى؟ اقول لك الاولانيه اكوزاتيف. تمام. ich trinke den Tee من عمل الفعل. يعني في فعل سبب لك وجود الاكوزاتيف. بعد كده في بغابوزيسيون حرف الجر. لو تفتكر ان انا قلت لك انه انت عندك sieben Präposition دي اما mit Akkusativ kommen. في 7 حروف جر على طول بيجولك اكوزاتيف. ده واحد من ال7. ما ببصش للفعل ماليش دعوة بالجملة اللي قبلها. يعني كأن دي مش موجودة خالص انا عمالة اشطبها لك اهو. اول ما لقيت حرف الجر الجميل ده على طول دخلت الايه الاكوزاتيف على طول في ثانية اهو بسبب وجود حرف جر. نشيل الشخبطة دي كلها. ich trinke den Tee. هنا المفعول الأول حصل بسبب وجود الفعل trinken. بعد كده ohne den Zucker. هنا المفعول به den Zucker ليه؟ بسبب وجود حرف الجر. يبقى هنا حرف الجر وهنا الفعل. ماشي. لكن أنا ما أقولش أصل الفعل trinken موجود فعشان كده حطيت Zucker تبقى أكوزاتيف. أقول لك لأ. هي تسوكا اكوزاتيف بسبب البريبوزيسيون حرف الجر اون يعني without. الجملة كلها معناها انا بشرب الشاي من غير السكر. طيب ده كان تأثير الاكوزاتيف على البيشتمت ارتكل والانبيشتمت ارتكل على ادوات المعرفة وادوات النكرة. وخدنا بقى يعني einige Beispiele او بعض البايشبيله عندي عشان اوضح الجراماتيك ماشي ازاي. طيب هو انا كده خلصت الاكوزاتيف؟ اقول لك لا. تقول لي ليه؟ لانه لسه في جمل زي كده تأثير الاكوزاتيف بيبدأ يظهر على البوسيسيف ارتكل، وتأثير الاكوزاتيف بيبدأ يظهر على البيرسونال برونوم، وكمان تأثير الاكوزاتيف بيبدأ يظهر هنا على النيجاتيون وهنا كمان بوسيسيف. وعندي بعد كده الريفلكسيف فيرب. فبيبدأ تأثير الاكوزاتيف بيبدأ ينتشر واحدة بواحدة. انا هشرحهم لك واحده بواحده ان شاء الله بالترتيب. المره اللي جايه هيكون تجميع الاغلب الافعال اللي بتجيلي اكوزاتيف للمعرفه. كل ما تعرف فعل كل ما كان الجراماتيك اسهل. ولكن زي ما بقول لك مش ملزم تحفظ لي ده كله.
انا ما بحبش طريقة الحفظ، انا بحب بالممارسة، انه انت تفهم بيتقالك ايه وتتدرب عليه كتير، وتبدأ ان انت تتعامل باللغة كل يوم. لو 5 دقايق هتفرق معاك. فان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي، هيكون الافعال، واللي بعده البوسيسيف، وبعده البيرسونال برونوم، وبعده النيجاتيون، كل واحد كده في فيديو ان شاء الله منفصل. ولما نخلص الحبشتكنات دي كلها بتاعت الاكوزاتيف، تبدأ تتفرغ وتشوف الداتيف، فيبقى عندك ايه، خلفية كويسة ان شاء الله بالشرح اللي احنا بنقوله. وكده خلاص الحمد لله خلصنا. وأسعد الله مساءنا ومساءكم وصباحنا وصباحكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.